كانت السماء تمطر بغزارة والرياح من كل جانب والبرد قارس للغاية. كان في هذه الأجواء المميتة يمشي رجل غريب في المدينة، وما زال يمشي ذلك الرجل متمنيا مأوى له وبضعة لقيمات ليسد جوعه. وأول منزل وجده طرق بابه، وإذا برجل يجيب من نافذة المنزل: مالك المنزل من الطارق؟ الغريب. أنا رجل غريب أطلب منك الضيافة. فتح الرجل المنزل على الفور، وأقعد الرجل الغريب بجانب المدفأة، وأحضر له جاكيتا ليدفئه أكثر. قام بإعداد أشهى الطعام من أجل ضيافته، وبعدما انتهى الغريب من تناول طعامه أعد مالك المنزل كوب دافئ من الشاي. وجد الغريب الدفء والأمان والراحة النفسية في ذلك المنزل الذي لم يجد فيه أحد إلا مالكه وكلبه، ولا يوجد زوجة ولا أبناء ولا حتى خادمة. وفي صباح اليوم التالي استيقظ الغريب باكرا ورحل حتى لا يثقلها على مالك المنزل. أول ما استيقظ مالك المنزل أعد الفطور وذهب ليوقظ القريب، ولكنه لم يجده. وبعد مرور أسبوع على تلك الواقعة ذهب مالك المنزل إلى معرض للفنون برفقة أصدقائه، وفي المعرض وقعت عينه على لوحة مرسوم بها نفس الشخص الغريب الذي طلب ضيافته. أخبر الرجل أصدقائه بذلك، ولكنهم رجحوا أنه تشابه في الشكل. ما زال مصرا على رأيه، فأخبروه أن صاحب اللوحة ميت من 50 عام، ومع إلحاحه أخذوا صديقه الذي يعرف مكان قبره، وذهبوا جميعا إلى القبر. وهناك كانت المفاجأة الذي أذهلتهم جميعا: وجدوا قميص مالك المنزل الذي أعطاه موجود على قبره.